هلو اجان وفيديو جديد. وفيديو النهارده انا عارفه ان هو متاخر وان انا بقالي كذا اسبوع ما عملتش فيديوهات. اهم حاجه عندي ابدا على الشانل ان كل فيديو يكون بينزل يكون هاي كواليتي، وان كل الفيديوهات تكون بتفيدكم فعلا، واني ما اكونش بكون بتكلم في اي فيديوهات وخلاص وبعمل محتوى وخلاص. الفيديو بتاع النهارده بالذات في بنات بجد هتدعي لي على الفيديو ده، فيديو نعومة الشعر. وانا بحضر الحلقات بتاعت الفيديوهات دايما بخش على البلاتفورمز اللي فيها بنات كتير علشان اشوف البنات بتتكلم على ايه. كل البنات تقريبا بتشتكي شعري متدمر، شعري مش ناعم، شعري مش طري. وانا عايزه اقول لكم بقى حاجات كده في بدايه الفيديو عشان تتخيلوا يعني ايه فكره النعومه بتاعت الشعر. اول حاجه طريان الشعر، او ان الشعر يبقى هيلثي، او انه يبقى تقيل، او دنسيتي، او كل الحاجات دي حاجه. والتوبيك بتاع الفيديو بتاع النهارده ده اللي هو نعومه الشعر ده حاجه تانية خالص. انا بتكلم في النعومه بتاعت الشعر. عارفين زي ايه؟ مثلا لما تكونوا بتتفرجوا على افلام ابيض واسود يا جماعه وتشوفوا الفنانين زمان تلاقي شعرها مش عارفين ازاي كده تحسي ان هو ناعم. يعني انت شايفاه وهو ابيض واسود انت حاسه ان هو ناعم جدا، بيلمع طري، بتتحرك كده يتحرك معاها سوفت. يعني هي هم بعيدا ان هم نفسهم كانوا سوبر سوفت، واحنا للاسف البنات في المودرن وورلد في الوقت بتاعنا ده احنا اصلا ما بقيناش ناعمين قوي، بس هم كمان كانوا ناعمين شكلا وموضوعا. فاحنا هنتكلم النهارده في الموضوع الشكل، وبعد كده هنتكلم في موضوع نعومه الاحساس ده بعدين. بس عايزه اقول لكم على حاجه، والله الشعر لما بيكون ناعم وتحس ان شعرك نزل كده على جسمك وهو ناعم، لما تلمسيه وتحسي ان هو ناعم بتحسي انت اصلا بيجيلك احساس نعومه كده. فيعني الفيديو ده يا جماعه سيبوا نفسكم كده ليا وانا هقول لكم كل حاجه. الفيديو هقسمه، انتوا عارفين طبعا ان انا مهندسه فلازم اقسم ونسق وكده. فالفيديو هقسمه لكم جزئين. الجزء الاولاني هيبقى الاسباب، ايه اسباب ان احنا شعرنا ما بقاش ناعم زي البنات بتوع زمان، او ليه شعرنا ما بقاش ناعم زي الخواجات مثلا، او ليه شعرنا ما بقاش ناعم رغم ان احنا في ناس بتتولد شعرها نفسه ناعم، بس في ناس زي اللي هو لو تعرضت لحاجات معينه هيبقى ناعم، لو تعرضت لحاجات تانية هيقلب، هيبقى كواليتي مش كويسه. فهنبتدي بالاسباب وبعد كده هقول لكم منتجات تساعدكم، وهقول لكم روتين كامل عشان تخلي شعرك يبقى في انعم حالاته، وتيجي كده على اخر الفيديو تعملي الروتين وتقولي لي يا لميا انا طايره بيكي. اول حاجه الاسباب. معظم الاسباب للاسف هي حاجات في منهم سببين مش بايدينا بس نقدر ان احنا نحل حاجه ليهم يعني، وفي سببين بايدينا وهقول لكم الاثنين. اول سببين مش ذنبنا خالص، ان احنا عايشين في القاهره، الناس اللي عايشه في القاهره او حتى حبايبي اللي عايشين في السعوديه، اللي هو الجو نفسه شديد الجفاف، لان احنا نعتبر مناخ صحراوي. فالفكره كلها الناس اللي بتبقى مثلا في الساحل بتاخدي بالك ان انت لما بتروحي الساحل تلاقي شعرك هايش قوي، والناس اللي شعرها زي كيرلي زي مثلا هو هايش وشكله كبير، بس مع ذلك لو مسكتيه هتلاقيه ناعم. ولو بصيتي على الكيرلز بتاعتك تلاقيها زي ما يكون منفوخه كده بلومب، يعني تحسي ان الكيرل بتاعتك بقت مدوره كده. الفكره كلها ان الرطوبه الشعر والبشره يا جماعه طول الوقت بيتفاعلوا مع الجو، سواء الجو ده فيه تلوث، الجو ده فيه رطوبه. يعني قبل ما تنزلي كده عايزه تعرفي انت هترجعي بشعرك عامل ازاي، بصي على الويذر فوركاست هتعرفي بالظبط شعرك هيرجع عامل ازاي. لو في نسبه تلوث كبيره في الجو، لو في اي حاجه في الجو موجوده هتاثر على شعرك. الحراره الزياده دي وبالذات في الصيف، عارفه ما تنزلي مشوار وتبقي راكبه مثلا باص مثلا ولا تاكسي ولا حاجه ويفتح الهواء وبتبص تلاقي شعرك في الاخر رجع زي المقشه، ده من ان شعرك الهواء امتص كل الرطوبه في شعرك، او شعرك فقد كل الرطوبه اللي جواه للهواء، فما بقاش جواه رطوبه، فبقى هو نفسه ناشف. فمهما كان حتى التكستشر بتاعته ناعمه هتلاقيه برضو ناشف. او التلوث ده عباره عن جانك، لايرز من الجانك كده، حاجات بتتكون على شعرك بتمنعه من ان هو اصلا يتحرك، بتمنعه. خاصه لو بتغسلي شعرك بشامبوهات مش قويه هتبصي تلاقي ان كل الحاجات دي عماله تتكون بتحرم شعرك من النعومه الطبيعيه. تاني حاجه الميه. خشي شوفي الحنفيه بتاعتكم، لو عندك حنفيه دش مثلا بينزل على فاصة حنفيه او اي حاجه، بصي على كل الستانلس بتاعك اللي انت جايباه، ومفروض انه يبقى بيلمع جدا. ولو انت مثلا من الناس لا قدر الله ولا حاجه بتنضفي البيت بنفسك زي كده هتلاقي نفسك بتشيليه بحاجه لايم وسكيل مش عارفه ريموفر وحاجات من استونش وحاجات قويه جدا عشان تعرفي تشيلي منها الحاجات اللي نزلت وتراكمت عليها من الميه. لو بصيتي على الحاجات دي هتعرفي ليه شعرك مش كويس. شعرك مش كويس بمنتهى البساطه عشان اصلا الميه اللي انت بتغسلي بيها شعرك بتسيب قرف على شعرك. تالت حاجه ان احنا البنات نوعين، البنات اللي شعرها مفرود، سواء هي شعرها مش كيرلي زي بس هي بتفرده، او هي شعرها طبيعته مفروده، او البنات بقى اللي شعرها كيرلي زي حالتنا. لو انت شعرك كيرلي فانت غالبا شعرك بيجف بسرعه جدا لانك كمان مش بتسرحيه من فوق لتحت كل يوم زي البنات التانيين،
فهتبقي محتاجه برودكتس كتير كده. عشان كده احنا عندنا تونز بنسافر بيها وحاجات زي كده من الكريمات والليفن كونديشنرز والحاجات دي كلها بنحطها على شعرنا. وحطي زيت على اطرافك وحطي سيرم وحطي وحطي وحطي. وفي الاخر لو كمان بتعملي بقى سي جي ميثود انت بقى في مصيبه سودا. انت كمان منع على نفسك، محرمه على نفسك السلفيت. رغم ان انا بجد انا مش فاهمه ليه انا ضد السي جي ميثود. وده من تقريبا تاني فيديو عملته في الشانل. مش مفروض انت تكرهي السلفيت قوي كده على فكره. يعني السلفيت بيشيل القرف ده. يعني لو بينزل لك قرف على شعرك لازم تشيليه. فيعني لازم شعرك يبقى نظيف. شعرك مش هيبقى ناعم، مش هيبقى صحي، مش هيطلع المصنع ده مش هيطلع شعر غير لو شعرك نظيف. فالبرودكت بيلد اب او تراكم المنتجات على شعرك. انا من كام يوم كنت بصبغ شعري، لو تلاحظوا ان انا شعري فتح شويه. الكوافير بيقول لي انا جاي اعمل لي تيست، بيقول لي البليتش بودره التشقير مش شرط تلقط في شعرك، انت حاطه ايه؟ فانا حاطه ليفين كونديشنر وديتانجلر وديفاين كريم وحاطه زيت امبارح واول يعني بقالي 3 ايام عماله اضيف في الحاجات دي شعري. بص تعرفي بقى لو عندك برودكت بيلت اب ازاي، لو عندك تراكم كتير من منتجات على شعرك هتلاقي شعرك بقى لمب، يعني مش راضي كيرل اصلا، ناي كده، مفهوش لمعه خالص. بدا تحسي ان هو تمسكيه تحسي ان هو مفلق، مش راضي يتسرح، مش حته واحده كده، لا تحسي ان هو مفلق شويه كده. كل الحاجات دي مظاهر ان انت لازم يا حبيبتي خدي الشامبو وخشي وتفاهموا مع بعض جوه في الشاور. واخر حاجه طبعا السشوار والكلام ده. اليوم ده اللي انا صبغت فيه شعري خليت الكوافير يعمل لي سشوار، وانا بغسله المره الجايه شميت ريحه شعري. ايه القرف ده؟ حريقه نازله من شعري بجد. الحمد لله الله هو اللي عافانا من حكايه السشوار والمكوى دي. كل الحاجات دي بتأذي الشعر وبتخليه يفقد النعومه. غير طبعا ان في بنات بتخرج مثلا تقعد في مطعم، تقعد جنب الحته اللي بيطبخوا فيها، او تروح حفله شوي، او تكون قاعده جنب واحد بيشرب سجاير، او قاعده في مكان فيه شيشه، وتروح وتشم ريحه السموك دي على شعرها وتخش تنام. ما ينفعش ما ينفعش عشان بشرتك وعشان شعرك وعشان تنفسك وعشان كل حاجه. يعني مادام شميتي شعرك وليه ريحه، خش استحمي ونشفيه وبكره اعملي. يعني لازم تغسلي السموك ده من على شعرك النهارده قبل ما تنامي. لازم تكوني غاسله شعرك علشان يبقى الشعر نظيف وما ما يرفضش كتير من الجنك ده جواه. غير كده ان شعرنا بيبقى على المخده ووشك بيبقى على المخده، فكل القرف ده بيروح وبعد كده يسد البورز ويطلع لك حبوب. طيب هنشيل بقى القرف ده كله ازاي من شعرنا؟ هعمل لكم فيديو مخصوص عن كل الشامبوهات اللي انا استخدمتها واللي بستخدمها وايه الاحسن والكلام ده كله، زي ما انا معوداكم دايما فيديوهات المقارنات. بس النهارده هقول لكم بس المنتجات اللي انا عايزاكم تستخدموها عشان تشيلوا البيلد اب والتلوث والحاجات دي كلها من على شعركم. عندك كذا اوبشن. اول اوبشن في لوريال منزلاه، لو انت مش مقاطعه يعني لا قدر الله يعني، بس لا هو طبعا المنتج فظيع. هو لوريال فظيع بصراحه، وهو من الحاجات اللي احنا مفتقدينها وكله. بس يعني لو انت ذمتك واسعه وجبتيه او جبتيه قبل المقاطعه، فالمنتج ده هو اللوريال ميتال ديتوكس. هما دلوقتي هم اصلا في الكوافيرات بيستخدموه كبريب، يعني حاجه تحضيريه قبل ما يصبغوا الشعر. بيقول لك اقوى واحسن من الاولابليكس. هو فكره ان هم بيقارنوه بالاولابليكس اصلا ده دول اللي هم مش فاهمين اي حاجه. الاثنين بيعملوا حاجات غير بعض. ميتال ديتوكس يعني الميتال اللي هي اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي في الميه دي، الحاجات اللي بتنزل بقى من الميه، المعادن اللي موجوده جوه الميه، سواء من الانفراستراكشر البنيه التحتيه نفسها، المواسير والحاجات دي، او جوه الميه نفسها. الميه مش فلترد ومش نظيفه قوي، فهو بيعمل ديتوكس زي ديتوكس انت بتعمليه لجسمك كده، بس بيعمله للشعر. بيعمل ديتوكس للشعر من كل الميتالز دي. ده بيساعد في ايه؟ ده بيساعد ان هو بيشيل لك كل التلوث اللي موجود جوه شعرك. ده اول حاجه. تاني حاجه بيساعد ان لو انت شعرك متلون ما يقلبش، لان المنتجات اللي بتحطيها سواء زيوت او ليفن كونديشنرز او حتى التلوث اللي في الهواء او في الميه بيغير لون شعرك وبيغير التكستشر بتاعته كمان. يا اما بمنتهى البساطه تستخدمي شامبو سلفيت، اي شامبو سلفيت انت عايزاه، بس تستنضفي النوع يكون رحيم شويه وماركه كويسه. انا عن نفسي كنت جايبه، وبجد الشامبو ده من كيراستاز، كنت جايباه من حوالي 1.5 سنة كده. هو غالي، هو مشكلته بس ان هو دلوقتي بقى غالي قوي قوي قوي. بس هو احلى حاجه فيه ان هو هايدرا وفورتيفيون، يعني بيفورتيفاي، يعني بيقوي الشعر وبيهايدريت. هو فعلا من احلى الشامبوهات اللي استخدمتها في حياتي. لو انت برضو ما عندكيش مشكله مع كيراستاز وما عندكيش مشكله تدفعي 1000 جنيه في شامبو، هاتي برضو شامبو، او هاتي بقى اي شامبو سلفيت. ده انا كنت جايباه من السوبر ماركت عادي في المانيا، يعني كان ب2 يورو، يعني 80 جنيه 80 جنيه مش عارفه ومش عايزه اتجرح. طيب ده اوبشن نمبر 1 ان انت بتشيلي البيلد اب ده بالشامبو.
تاني اوبشن بقى لو انت كمان مقاطعه، ممكن تلاقيه في منتج مصري موجود في سوبر ماركت وموجود في صيدليات وحاجات كتير، منزلين من براس، ماركتي اللذيذه المفضله، اسمه كلاريفاي. ده عباره عن زيت، ده عباره عن خل التفاح مع زيت شجره الشاي مع ليمون جراس وبيبرمنت، يعني نعناع وليمون، وفي شويه روز ووتر وفي ميه ورد وفي حاجات كلها بتسيبيه على الشعر 10 دقايق قبل ما تستحمي، وبعدين بتستحمي بينزل بقى كل الحاجات دي، وكمان لو بدات تطلع لك قشره برده من البيلد اب بيشيل الكلام ده. او ممكن تعملي بقى الحل الاسهل وهو غسله خل التفاح، الابل سايدر فينيجر رينس. ده النوع اللي انا بجيبه من امتنان، انا بحب امتنان جدا جدا جدا، ولو متابعيني على الانستجرام هتعرفوا ده. هو كاتبين هو اورجانيك وايطالي وكده، لكن ده مش كاتبين عليه ان هو with mother ده بيبقى احسن شويه، يعني بيبقى potent اكتر او يعني اقوى. ده بتحطي نسبه 1:10، يعني 10%، 10% على ميه. طبعا مش هتحطي بقى الميه اللي جايه اصلا من الحنفيه، لا هتحطي بقى ميه بنت ناس معدنيه او ميه متفلتره، وتحطيه على شعرك، وبرده سيبيه 10 دقايق في اخر غسله خالص، او قبل ما تستحمي اصلا خالص، يعني يا اما قبل ما تشطفي شعرك، يا اما قبل اصلا ما تخشي تغسليه حتى بالشامبو لو مش حابه ريحته او كده. او بقى ان انت تعملي حاجه وتستثمري في فلتر. والصراحه انا عملت كده يا جماعه، انا جبت فلتر هو غالي شويه اسمه قلب، ماركه المانيه، بتيجي من المانيا متقفله جاهزه. هي اكتر حاجه انا حسيت ان انا قادره ان انا اثق فيها، وغالي شويه يعني، بس انا يعني قسطته وبتاع، فهو كويس. وبيتباع الفلاتر بتاعته كمان بتبقى موجوده، ساعات بيبقى سولد اوت بس بتيجي على طول، فانا جبته واستثمرت فيه. ممكن تجيبي الشاور هيد بس، يعني ممكن تجيبي الدش نفسه الاخير ده، في حاجات كتير موجوده على امازون، وفي حاجات كتير موجوده في بيتك بقى، والحاجات دي مش متاكده قوي الصراحه. وفي بيتباع في دبي برضو ماركات جديده، ممكن تشتري واحد يكون الشاور هيد نفسها، بس الشاور هيد مش بتبقى فعاله قوي زي ما يكون زي الفلتر الرئيسي، بس هتحتاجي تغيريها كل 2-3. عارفين لما كانوا البنات زمان بتلاقيهم لابسين اللي هو الاشارب ده وهم خارجين، مثلا سعاد حسني وناديه لطفي والناس دي ليها لبسه اشارب كده وهي راكبه العربيه؟ طبعا ده لسببين. السبب الاولاني ان هم كانوا العربيات كابورليه، او حتى مش كابورليه بس كانوا بيفتحوا عشان مفيش تكييفات جوه العربيات، فكانوا بيفتحوا الهواء، فالهواء بينكش الشعر، فكانوا بيحطوا ده عشان يسيب الفورمه زي ما هي. دي اول حاجه. تاني حاجه، هو زي ما يكون هم كانوا اذكياء كفايه ان هم عارفين ان الهواء مش بس هيطير شعرهم، هو هيأذيه كمان، فكانوا بيلبسوا الاشاربات دي. على فكره ممكن تلبسوها عادي، يعني انت لو رايحه حته انت عارفه ان فيها هواء وتراب وحاجات تشوي وكده كتير، ممكن تلبسي اشارب كده او اشارب كده او بندانه وتلمي جزء، يعني حافظي على شعرك من الهواء. او تلاقوا مثلا لو نزلتوا وسط البلد ولقيتوا البنات الاجانب، هتلاقيهم لابسين الحاجات الواسعه عشان التحرش، وهتلاقيهم قافلين شعرهم رابطينه وحاطين بندانات برده وحاجات عشان يحموا شعرهم. ساعات بيلبسوا حاجات كده زي سكارف على شعرهم عشان برضو يحموا شعرهم من الهواء والتلوث والشمس والكلام ده كله. طيب روتين بقى النعومه، ازاي بقى تخلي شعرك يبقى ناعم وتلمسيه كده تتبسطي بيه، وما تقعديش تشتكي في الجروبات بتاعه الفيسبوك ان انت فرحك كمان اسبوعين واكتشفتي فجاه ان عايزه شعرك يبقى ناعم وصحي وهيلثي وطويل وكل حاجه. اول حاجه روتين ما قبل الشاور، هقول لكم على المنتجات اللي انا بفضلها، ممكن تدعبسي وتشوفي المنتجات المناسبه اكتر بالنسبه لك، رغم ان انا شايفه ان دول مناسبين، اسعارهم كمان حلوه جدا ومنتجات محليه ومش مقاطعه وكل حاجه، يعني منتجات مفيش عليها اي غبار، فتقدري تستخدميهم. لو انت كده شويه او حاسه ان فلوس كتير قوي ممكن استخدم الحاجات اللي عندي، عيشي حياتك. المهم ان المبدأ نفسه يوصلك. قبل الحمام بعمل زي ماسك لشعري، بعمله تقريبا مرة او مرتين في الاسبوع حسب انا فاضية امتى، عبارة عن ماسك زيت مع ماسك كريم. هاتي اي زيوت، مجموعه زيوت مثلا من The Hair Addict او اي رو افريكان، اي مجموعه زيوت مع بعض بتغذي الشعر. انا عن نفسي بحب ده جدا من براس، هو اويل ماسك فور هاي بوروزيتي هير، للشعر اللي هو عالي المساميه، وهبقى اقول لكم على موضوع المساميه ده بعدين. هو مجموعه زيوت. اول حاجه بعملها، اول خطوه، تمشوا على الخطوات دي بالظبط عشان تلاقوا النتيجه اللي فعلا هتعولوا شعركم من ده لده. اول حاجه تحطي شويه زيت او سيرم فيه زيت او اي حاجه، انا برضو ساعات بستخدم السيرم بتاعهم. تاخدي شويه من الزيت وتحطيه على شعرك قبل ما تحطي الميه، يعني قبل اي حاجه خالص تحطي الزيت على شعرك. ده بيكوت الشعرايه وبيديها رطوبه عميقه جدا جدا. بعد كده بتروحي بقى بله شعرك، زي ما اتفقنا بلين شعرنا بميه يا اما معدنيه يا اما متفلتره، ما تحطيش ابدا ميه مش نظيفه على شعرك. بعد كده بطابط مع الماسك. ده ماسك انا بستخدمه برده بتاع براس، ده الحجم الصغير منه. انا بحب بتاع براس ده لسبب انا قلته في الفيديو التاني بتاع
الماسكات لانه خفيف جدا، بينعم جدا. هم متجهين اكتر مع النعومه اكتر من الترطيب. يعني بتاع فيفلين بحس ان هو مع ان في مشكله تانية بتاعت السيليكون ان هو كمان مش بينعم، هو بيطري. في فرق بين الطريان وبين النعومه، في فرق بين تحطي ايدك في شعرك تحسي انه ناعم قوي، في فرق بين الطريان هو يعني بيتحرك وكده بس تمسكيه مش ناعم. فانا بحط الماسك ده وبعدين ميه وبعدين يعني بحط الزيت ميه ماسك وبعدين بحط شاور كاب، او يعني اما تحطي اللي هو البونيه بتاع الصبغه ده، او تحطي هيت كاب او اللي هي بيتباع على امازون. تخشي تكتبي هيت كاب على امازون او على نون او على اي حاجه هتلاقيه موجود في كل حته، او تدفي فوطه سخنه او اي حاجه، او حتى ما تعمليش اي حاجه من الحاجات دي، لمي كحكه واقعدي ساعه. حطي الزيوت على شعرك من جوه عشان شعرك يتقل، وحطي الزيوت من بره علشان شعرك ينعم. وبعد كده ممكن تحطي نقطه من الزيت تاني تسيل، او سيرم، زيت جوجوبا، زيت اي حاجه زيوت موجوده عندك بعد ما حطيتي الماسك ان انت تحطيه. بتسيبيه ساعه واحده بس، وخاصه لو انت حطاه من الروتس. يعني لو حاطه من الروتس بتاعتك جوه ما تزوديش ابدا الزيت على شعرك اكتر من ساعه. لو حطيتيه وقعدتي بيه 3 4 ساعات وانت مش حاطاه على الروتس تمام، يعني مفيش مشكله. بس الاحسن ان انت ما تطوليش في الحاجات دي، تخليها فتره طويله، خلي شعرك يستفاد من غير ما تقلي عليه، فما خليكي ضيف خفيف كده على شعرك. بعد كده هجيب لكم بقى الشامبو اللي هو يعني هيفرق معاكم 180 درجه. احلى سولفيت فري شامبو استخدمته، رغم ان انا الماركه دي يعني جربت منها حاجات ما عجبتنيش وحاجات عجبتني، بس ده الشامبو ده احلى حاجه بجد. ومش عايزه ابقى كلام اللي هو اللي عارفين الانفلونسرز هو ده احلى حاجه تستخدميها لشعرك، لا هو ده بجد فعلا. اولا كل مره استخدمته وتصورت بيه صوره الناس كلها علقت، وانا مش مستخدماه النهارده بس بجد هحط لكم الصوره اللي الناس علقت عليها. اول حاجه بيدي فوليوم للشعر، هو مليان كيراتين وكولاجين. الكيراتين والكولاجين هي اصلا الكومباوندز اللي اصلا شعرك بيتكون منها، فانت بتدي شعرك حاجه منك وفيك كده. فهو بيغذي، مش بيغذي، بيخلي الشعر بجد. عارفه لما تبصي على بنت تقولي هي شعرها مش سايح بس ناعم، عارفين الاحساس ده؟ هو بالظبط الكيراتين بيعمل كده في الشعر. عشان كده الشامبو والكونديشنر اللي انا حطهم لكم في الروتين ده الاثنين فيهم كيراتين وكولاجين. ويا سلام بقى لو بتاخدي الكولاجين في البق كمان بقى تلاقي شعرك ده نزل. بس هو طبعا غالي قوي، الكولاجين في مصر بقى غالي 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 لانه احنا بنستورده. فالاثنين دول هم عباره عن كيراتين وكولاجين، وده برضو كيراتين وكولاجين. الاثنين دول مع بعض باخد بيهم احسن نتيجه في الحياه من حيث نعومه الشعر. ده بيدي الشعر النعومه والفوليوم واللمعان والهيشان بيقضي عليه، يعني بجد بيديك كل النتائج ده. وخاصه لو شعرك تريتد هير زي ما هم كاتبين كده، لو شعرك مصبوغ كنت بتعمليه زمان وتوبتي، يعني الحاجات في المنطقه دي. الكونديشنر ده انا بجد كل ما بروح كوافير سواء اصبغ او اقص او اي حاجه باخد معايا الكونديشنر بتاعي، عشان هم غالبا مش هيبقى عندهم سيليكون فري. كل مره الولد اللي على الحوض ده بيستخدموا الكونديشنر ده. حلو قوي، ده ماركه ايه ده اسمه ايه ده؟ حلو قوي، ده بيسيح الشعر قوي بجد. بعد ما تحطيه وسيبيه في شعرك 5 دقايق مينيمم، يعني ما تعملوش كده وغسله ويجري، لا حطيه يعني شامبو وحطي الكونديشنر وبعدين اعملي بقى اي حاجه تانية، سكراب مش عارفه ايه، اطلعي اشربي شاي، يعني اعملي اي حاجه بس تسيبيه 5 دقايق مينيمم على شعرك وبعدين اشطفيه. لحد هنا نقدر نقول ان روتين النعومه خلص. انتي شلتي الاسباب، نظفتي ميتك، شلتي البتاع من على شعرك، غسلتي شعرك كويس جدا. الشامبو ده هتستخدميه، لو هتستخدميه عامه ريحته كمان يا نهار اسود يا لهوي، ريحته ناعمه، ريحته بجد نعومه، تحسي انتي بنوته نظيفه كده، تحسي ان شعرك هينعم. بعد ما خلصتي الليله دي كلها بقى اهم بقى حاجه، عاملي شعرك بنعومه. يعني عايزه شعرك يبقى ناعم، ما تقعديش تمسكي وتسلكي وتضفري وتقطعي وتشدي وتديه الراجل يشدهولك في الكوافير ويقطعلك ويقصقصلك انتي نفسك عاملي شعرك، عاملي نفسك عامه بنعومه. خلينا نتفق على الموضوع ده عشان انا بتعالج من القصه دي. عاملي نفسك بالراحه وعاملي شعرك بالراحه، امسكيه كده سرحيه بالراحه، حطي له زيت كده على الاطراف بالراحه، حطي له ديتانجلر كده بالراحه، يعني عامليه بنعومه، هو هيديك النعومه اللي انت عايزاها. اول ما تخرجي من الشاور بقى، سواء انت شعرك كيرلي، انا مش هخش قوي في التفاصيل ما بعد الشاور، لان at this point يعني لحد النقطه دي من الفيديو انت شعرك هيديك النعومه اللي انت فعلا هتقولي بالتلامية دي بتفهم، ويا رب اليوتيوب شانل بتاعتها هتوصل المليون. بس تبقى اخرانيه اول ما تخرجي من الشاور شعرك لسه بيقولك سوكينج وات، يعني مليان ميه، حطي فيه اول المنتج الاولاني اللي انت بتستخدميه، سواء ليفن كونديشنر او حاجه سبراي بيترش، سيرم، اي حاجه انت بتستخدميها بعد الشاور. اول منتج، يعني لو انا بستخدم كذا ستيب من المنتجات،
اول منتج حطيه وهو شعرك لسه مبلول، قبل المايكرو فايبر تاول، قبل التسريح، قبل اي حاجه، من قبل ما تتفهمي خالص. اخرجي حطي السبراي ده او الديتانجلر، انا بستخدم الديتانجلر بتاع براس، حطيه على شعرك. او ساعات كمان بستخدم الليفن كونديشنر ده بتاع لوكن. هو ما اعتقدش انه مناسب قوي للناس اللي شعرها مفرود، بس هو احلى حاجه، ريحته فظيعه، بينعم الشعر جدا، بيلمع الشعر جدا، بصراحه تحفه تحفه. هو والديفايننج كريم الاثنين بستخدمهم فوق بعض لان انا شعري جاف جدا، فبحتاج اراك، يعني بحتاج برودكتس كتير مع بعض. فحطيه الديتانجلر ده وشعرك مبلول، وبعدين مايكرو فايبر تاول. هتقولي لي ايه ده، يعني مش فوطه عاديه؟ لا، انسي بقى الفوطه العاديه، انسي بقى الحاجات دي. اما تيشيرت قطن، ودي عندنا كلنا، التيشيرت بتاع جوزك، اسرقي تيشيرت اخوكي، اي حاجه تكون قطنيه وناعمه، مش اللي هي الحاجات اللي ملزوق عليها ستيكر من قدام دي، لان دي برضو بتirritate الشعر somehow. فلا يعني شعر تيشيرت ناعمه جدا، النعومه اللي انت عايزاها في شعرك، تيشيرت ناعمه او مايكرو فايبر تاول ناعمه جدا. انا جبت بتاعت براس، بصراحه ما عجبتنيش قوي لان هي محببه كده. في منتجات كتير قوي وماركات كتير قوي فيها المايكرو فايبر تاول دي تحفه، هاتيهم منه هتلاقي شعرك بدا ينعم. وبعدين شيلي المايكرو فايبر تاول وسرحي. انا متاكده ان اختياراتك في الرجاله بجد هتتغير بعد الفيديو ده، لان لما تحسي ان شعرك ناعم هتستخسري نفسك في اي حد بجد. اتمنى ان انتوا تكونوا وصلتوا للنقطه دي من الفيديو، واتمنى ان انتوا تسبسكرايب، كومنت، لايك، شير، تودوا لاصحابكم، تكبروا القناه، تدعموني رغم ان انا مقلله في الفيديوهات، بس تدعموني برضو لان انتوا ناس اصيله، انا مش اصيله، انتوا اصله. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. قولوا لي كده بقى ايه الامنيات بتاعتكم بالنسبه لشعركم وبشرتكم وكل الحاجات دي، وانا هنفذها لكم كده في شهر. لقوا فيديو تاني نازل ان شاء الله. اشوفكم على خير، واشوفكم فيديو تاني، وباي باي.